بنتي كل يوم عندك تعب وظروف. قلت له في ايه؟ هو ده بإيدي يعني؟ وبعدين هعمل ايه؟ انا انا حصل لي ظروف. قال لي طب وبعدين انا كنت عايزك ضروري لجيتي. خلاص مش عارف استنى اكتر من كده. قلت له طيب، طب وبعدين هنعمل ايه؟ قال لي ما انا مش عارف. قلت له امال مين اللي يعرف؟ قال لي بقولك مش عارف. قلت له الحل ايه دلوقتي؟ قال لي الحل. قلت له ايوه. قال لي الحل ان انتي لازم تروحي الدكتور يشوف ايه المشكلة. اصل انا بصراحة مش هفضل على الحال ده كتير. قلت له انت زهقت ولا ايه؟ وبعدين يعني ما انا برضو استحملتك كتير. قال لي ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ قلت له ايوه، انا ياما عديت بمزاجي. وبعدين انا معرفش ايه اللي حصل، الواحدة ما بقتش تحس بأي حاجة. قال لي ما هي دي المشكلة، لازم تروحي للدكتور وتعرفي ايه المشكلة ومنين وايه سببها. وانا بصراحة ما كنتش اعرف اي دكتور نسا كويس، علشان كده كنت بتكلم في التليفون مع واحدة صاحبتي، وبالصدفة بحكي لها الموضوع، وبقول لها يعني ان انا مفيش في ايدي حاجة اعملها ومش عارفة اعمل ايه. الموضوع غلس قوي وانا معرفش اي دكتور شاطر في الموضوع ده. قالت لي ليه؟ انا عندي دكتور انما ايه، شاطر، شاطر خالص، وهو اللي هيجيب لك المفيد وهيقولك على كل حاجة وبصراحة. وانتي بقى شوفي نفسك وشوفي عايزة تعملي ايه. قلت لها طب اديني العنوان بتاعه بسرعة، ايه اللي مسكتك كل ده؟ قالت لي يا حبيبتي كنت مستنياكي ان انتي تقوليلي، وانا يعني كنت هعرف منين انك محتاجة دكتور وضروري قوي كده. قلت لها طيب اديني رقمه يا اما تحجزي لي وانا اروح له النهارده. قالت لي خدي الرقم اهو وانا برضو اتصل احجز لك يعني. وفعلا كلمت الدكتور في العيادة وحجزت لي ميعاد، وبعدين اتصلت بيا وقالت لي ان ميعادي الساعة 7 بالليل، علشان لازم اروح في الميعاد ده لان هو مواعيده مظبوطة جدا. قلت لها حاضر هروح في الميعاد، بس لازم برضو اكلم جوزي وهو في شغله كده اعرفه اعرفه ان انا هنزل يعني. قالت لي مفيش مشكلة، المهم انك تروحي في الميعاد. وفعلا قفلت معاها وكلمت جوزي اللي قال لي روحي على طول، اوعي تتأخري اكتر من كده، احنا برضو مش عارفين المشكلة منين ولا يعني ايه سببها، وعايزين نطمن. ويعني طالما صاحبتك حجزت لك روحي على طول. قلت له لسه معادي الساعة 7. قال لي خلاص يا حبيبتي هسيبك انا بقى تجهزي ويعني ظبطي امورك وانزلي للدكتور في ميعادك. وقفلت مع جوزي، وبعدين عملت لنفسي كوباية نسكافيه وقعدت أشربها وأنا بفكر في الموضوع. يا ترى إيه السبب؟ إيه السبب وإيه اللي حصل لي؟ أنا ما كنتش كده أبدا، علشان كده كنت بتحجج لجوزي. وطبعا انتم مش فاهمين حاجة، أنا هقول لكم على كل حاجة، لكن في الأول عايزاكم تعملوا لايك للفيديو ده واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتنزلوا بسرعة تفعلوا زر الجرس علشان يجيلكم تنبيه بكل الحاجات الجديدة الحلوة اللي بتنزل عندنا على القناة. ودلوقتي يلا بينا علشان نكمل القصة بتاعتنا. أنا من يوم ما اتجوزت وأنا بصراحة بحس إحساس غريب، معرفش ليه دايما مش بوصل للي أنا عايزاه، الموضوع دايما ناقص حتة، لكن ايه هي ولا فين أنا مش فاهمة. ومن كتر ما الموضوع تزايد بقيت بصراحة يعني
بقيت أتهرب من جوزي، وكل ما يعوزني أحس يعني إن أنا يعني ممكن أحس بنفس الموضوع تاني. وعلشان كده كنت بتهرب إن في حاجة وظروف منعاني قوية إني أعمل الموضوع ده. وأكيد طبعا أنتم فاهمين قصدي كويس. جوزي في الأول كان بيعدي، خصوصا يعني إنه عاقل، يعني هو سنه أكبر مني شوية وعاقل شوية كتير عني، وعارف إن المواضيع اللي زي دي لازم صبر. لكن الموضوع طول، وكل مرة اخترع أنا حكاية شكل علشان الموضوع يعدي. لكن في يوم من الأيام صمم إنه يحصل بأي وسيلة وبأي طريقة، وأنا ما كانش عندي أي حلول تانية. وحصل الموضوع، لكن اللي ما كنتش عارفاه إن أنا إن أنا ما كنتش حاسة بأي حاجة، زي التلج زي ما بيقولوا، مش بعمل أي حاجة ولا ردة فعل. وطبعا الموضوع ده ضايقه وزعله. قال لي ليه انتي ما بقاش تسكت عليكي؟ مالك بقيتي عاملة شبه المحدة كده ليه؟ قلت له طب أعمل إيه؟ عندي ظروف. قال لي ولا ظروف ولا جوابات، أنا لازم أروح معاكي عند الدكتور ونعرف إيه اللي بيحصل. أنا ما بقيتش فاهم حاجة. قلت له صدقني الدكاترة أنا لفيت كتير وما فيش فايدة. وقعدت أتناقش معاه شوية، وحصل بيني وبينه اللي قلته لكم في الأول. لكن هو كان حاطط في دماغه حاجة تانية خالص، هي إن أنا بتعمد أعمل كده عشان أضايقه. طب إزاي؟ ما أنا معاه في نفس الموضوع، والموضوع هيضايقني أنا كمان، ما أنا برضو ست يا ناس. أعمل إيه طيب؟ المهم إني حاولت أقنعه إني يعني أنا هشوف الموضوع ده بنفسي، لحد ما كنت بكلم صاحبتي بالصدفة وبحكي لها يعني عن المشكلة اللي دارت بيني وبين جوزي. لكن لقيتها بتوصف لي الدكتور ده، وكمان حجزت لي عنده. ولما رحت بصراحة ما كنتش مصدقة نفسي إن أنا المفروض أقعد قدام دكتور حلو زي كده، وكمان شاب لسه في أول عمره، واقعد اتكلم معاه في المواضيع دي. اقولها له بس ازاي؟ ما كنتش عارفة بصراحة الموضوع ده هبدأه ازاي، لكن هو كده ابتدى يفهمني، ولقيته بيقولي على فكرة انا دكتور. قلت له ايوه ما انا عارفة. قال يعني صدقيني هتبقي مبسوطة جدا لو حكيتيلي مشكلتك من غير اي كسوف. قلت له انا عارفة اني هبقى مبسوطة، لكن يعني حاسة بشوية احراج. قعد يضحك، وبصراحة بطريقته خلاني اتكلم معاه في الموضوع. لكن وهو بيعمل الكشف ابتدى يعمل حاجات زي ما يكون بيختبرني بيها. لكن المشكلة او الصدمة يعني بالنسبة لي هي اني يعني تجاوبت معاه جدا، والموضوع كان حلو خالص، لدرجة انه افتكرني ان انا كنت بقول له اي كلام. قلت له طب اثبت لك ازاي؟ على العموم المرة الجاية جوزي لازم يجي معايا، وهخليه يحكي لك الموضوع ده بنفسه. المشكلة ان انا اخدت على الدكتور ده، وبقيت احب دايما اروح له واتعامل معاه. علشان كده مش عارفة اعمل ايه. انتوا اللي هتفيدوني وتقولولي اتطلق ولا اعمل ايه بالظبط. انا فعلا مش عارفة، وحاسة ان انا في توهة كبيرة، وعلشان كده جيت لكم عشان تحلولي مشكلتي، تقولولي اعمل ايه واتصرف ازاي. وانا طبعا هستنى كل التعليقات بتاعتكم واقراها كويس.